السلام عليكم. إذا كنت متابع قديم لليوتيوب فأكيد تعرف اليوتيوبر هندير. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وأنا باع مقاطعها ولا تسألني ليش شفت هذا المقطع. سموتي ما ضاف تقول أم داج أم قناتك وانتي كلش تافهة وعادية، ما يصير براسكم خير لو مو تروحون أمريكا لو تصعدون للقمر. رنيم تقول حكيك كلش سوقي، شهدشي شنو أنا كلش شنو هاي. وأخيرا وليس آخرا أميري علي ونعم الأمير يقول انتي من حجيك مبينة شروقية لو من بصرة لو عمارة ناصرية لا إمارات ولا هالخريط كله. إي نعم أنا شروقية. الغريب إنه المقطع كان قبل 8 سنوات ولا زالت السالفة مستمرة ليومك هذا، فليش؟ إذا نرجع للمعنى الحقيقي مال كلمة معدان أو شروق فهي تسمية لسكان الأهوار أو الريف بجنوب العراق، بس حاليا يعني صارت كلمة عنصرية تستخدم يعني للتمييز الطبقي أو العرقي، وغالبا ما يستعملونها للإهانة أو الاستنقاص مثلا من شخص ما عجبهم طريقة كلامه أو لبسه أو حتى شكله، باعتبار يعني كلمة معيدي تعني الشخص المتخلف أو غير مثقف. بس هسه للأسف الناس قامت تستخدم هاي التسمية للسخرية من أي شخص يعتقدون أنه هو أقل منهم أو متخلف. سكان الأهوار اللي يعني يعتبرون الواجهة الثقافية والسياحية الأولى بالعراق، واللي صنفها اليونسكو كموقع تراثي بقائمة التراث العالمي، صاروا يستعملونها كمثال للتخلف وعدم الثقافة، وهذا الشيء يعني مو جديد، يعني هم تعرضوا للتهميش والعنصرية من سنوات طويلة، وأراضيهم أيضا تعرضت للجفاف بسبب الحكومة وبعض الأسباب الأخرى، وهذا السبب الرئيسي لهجرتهم للمدن وترك بيئتهم الريفية والعيش بالمدينة. It's dead. بس هذا مو الموضوع اللي مركز عليه اليوم. السبب الرئيسي اللي مخليني احكي بالموضوع انه سالفة العنصرية والطائفية كثرانة كلش يعني باخر فترة بمواقع التواصل، بحيث حتى قاموا يخترعون كلمات عنصرية جديدة لهاي الدرجة. صحيح اكتشفوا اكو ذباب الكتروني هو يسوي هاي الهوسة كلها، لان يدرون هاي المواضيع تلهي المجتمع التعبان مالتنا وتخلي الناس تتعارك بيناتها، بس فعلا يعني اكو اشخاص حقيقيين عندهم هاي العقلية الجايفة ويسوون عنصرية، واللي موجودين بكثرة يعني. بس اكو هاي العقلية الرجعية المقيتة اللي البعض عند الثاني، هاي الطبقية وكل من شايف لنفسه وينتقص من الطبقات الثانية عساس هو الأحسن يعني. بس الشيء الغبي واللي يضحكني انه هو اللي يستخدم هاي الكلمات غالبا ما يعرف شنو معناها اصلا. من هذا المنبر شو الكلمة او الرسالة؟ يعني اذا شاف له مثلا شله ترقص بالشارع قال هذول معدان، او مثلا يشوف له واحد من هذول يسمونهم عطوانين مسوي له تسريحه معينه وحاط مكياج ويقول هذا معيدي، ما اعرف شنو الربط يعني. هي صحيح العطوانين معدان، زين اوكي، بس على اي اساس؟ لان عايشين بمدينه الصدر اللي سواها عبد الكريم قاسم. زين ايش دخل عبد الكريم؟ لانه هو سوى هاي المدينه لاهل الجنوب المعدان. انت مطيل شنو؟ من تريد تحكم على شخص احكم عليه حسب تصرفاته وافعاله، مو حسب المكان اللي انولد به، لان ما حد ينولد بالمكان اللي هو يريده او بالمحافظه اللي هو يريدها. لو هيك الحكي كان ولدت لي بمكان بعيد عن طيحان الحظ مالتكم هذا والتمضرط كله والحكومه الخايسه والشعب التعبان مرات تكون بعض الشغلات تضحك، واللي بصراحه صدق تضحك، وتفهم هذا الشيء انه هو بس للضحك يعني مو للعنصريه. يعني مثلا والله ما اقصد شيء لحد يزعل. ومرات يعني صدق اكو عنصريه واضحه تقدر تشوفها بعينك، وحقد وكراهيه للطرف الاخر بشكل غبي. يعني عندك هذا البوست مثلا، يعني وات يا اخي. مهم يعني بالفتره الاخيره جاي اشوف انه الناس صار عندها جنون العظمه، بحيث كل محافظة تريد تنعزل وحدها عن المحافظات البقية وتصير إقليم أو تصير دولة. المهم يعني عندك مثلا إقليم كردستان، وهسه بالجديد يريد يسوون إقليم للغرب أو الغربية، وهمين إقليم البصرة، وكل من قاعد يقسم العراق بكيف الخلفة يعني ما أعرف. والحكومة مالتنا حتى يعني تساعد بهذا الموضوع، شو تسوي؟ تنزل قانون جديد يزرب بالوضعية فوق ما هي مزروب بها. يعني واو، هواي قبل يحاولوا إنهاء هاي المضرطة اللي ما منها فايدة، بس ماكو فايدة. يعني مثلا أحمد وحيد كلكم تعرفونه، نزل حلقة قبل 7 سنوات كان عنوانها خلنا نتصافى، جايب 2 طائفين على مود يتناقشون بيناتهم، وبالاخير يطلعون بفائدة من النقاش وواحد يفهم الثاني على مود يتصافون. انتم اللي انتم اصلا انتم خلصت اتهاماتكم. اذا خلصت عادي عيدوا النقاش من البدايه، صارنا 1000 سنه نعيده وما ملينا، عيدوا نفس يعني، بس نوبات نذب عليه بعض الشغلات. بس انا اقول لكم من تعيدوها مره ثانيه عيدوا بعركه. ومن ذاك الوقت وما صافينا. اللي مضوجني انه كل هاي المضرطه والسوالف التعبانه هي يعني من العوامل اللي تساهم بعدم تطور العراق، واللي ترجع آلاف السنين لورا، واللي تخليه يعني بيئه غير جذابه للشركات او الاستثمارات الاجنبيه اللي ممكن تنهي سالفه البطاله بالعراق. وهمين امور اخرى يعني كنا محرومين من عندها ممكن تفتح علينا بيبان هوايه، لان الاعداد مال السكان جاي يزيد، وهمين الوظائف الحكوميه بالسنوات القادمه راح تكون كلش قليله يعني. وما ادري يعني العراق وين متجه والله ما ادري. ما اتوقع انه الشخص يقدر يغير مجتمع كامل، لكن اللي اعرفه انه تقدر تغير نفسك، واللي هو أهم. فشكرا على المشاهدة. كيف ترون إلى مستقبل العراق السياسي؟
بصراحة مستقبلا لا يسر. Well, whatever it is, he should clean up this city here, because this city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. And sometimes I can hardly take it. Sometimes I go out and I smell it, I get headaches, it's so bad, you know?